تتطلب هذه العملية الدقة بحيث حتى تضطر النسيجة إلى حساب عدد الخيوط والغرز دوما وعدم الوقوع في الخطأ. النسج العمودي أو النول العمودي، هنا عملية النسج وطريقة النسج، ثم طريقة إنجاز عقدة جيبوداس، يعني هي اللي تستعمل في إنجاز النسيج المعقود. تقص الغرز المعقودة بالسكين ثم تكدس ضغطا بالخلال، وتستمر النساء في إنجاز الحواشي على جانبي الزربية من وبر الجبال الممزوج بالصوف، وتكون بطريقة طبعا منتظمة لتقيد الرجال عند الزخرفة بما هو متعارف عليه من أشكال تقليدية وحسابات حتى لا يقع في الخطأ. تنتهي الزخرفة بشريط منسوج منجز من طرف النساء، وتقطع خيوط السلسلة بالسكين، فتنزل الزربية وتواصل الناسجة بعدها قطع الخيوط من الأسفل. تضرب الزربية لنزع الغبار، وتقص بعض خيوط الغرز البيضاء التي قد تظهر من جهة الغرز المعقودة، تترك عند الحواف أهداب تفتل أو تطفر فيما بينها، وينحوا كل يعني هذيك الزوائد اللي صحتها به، ويضفروا الأهداب تاع الزربية. أنواع الزرابي بمنطقة الأطلس الصحراوي تتميز باختلاف الأطراف أو الجوانب، ففي بعضها يصل الأرض إلى نصف متر يعني 50 سنتيم، هذا ما يزيد من متانة النسيج الذي يكون مشدود أو متراص. والجدير بالذكر أن واجهة الجوانب هي الجهة المعاكسة للغرزة المعقودة، بينما تكون الخيوط من الجهة الأخرى متشابكة فيما بينها وذات ألوان مختلفة. منه يمكن التأكد على أن زربية الأطلس الصحراوي المعروفة بجبل عمور ليس لها وجه ولا ظهر، بل يمكن استعمال كلتا الواجهتين، يعني يستعملوا الجهة يعني غاء كما نقولوا حنايا في فصل الصيف، والجهة اللي تكون فيها يعني الصوف من فصل الشتاء. هنا نشوفوا صورة لزربية يعني واجهتين، الزخرفة تبان في الوجه أو على الظهر، وكنا شفنا مقبل في المعرض يعني زربية كما نقولوا حنا دوبل فاس. التركيبة الزخرفية لفراش الأطلس الصحراوي تركيبة زخرفية تختلف كلية عن الزربية المشرقية. هنا لماذا المشرقية؟ لأن كنا قلنا بلي بنو بلاد يعني النسيج المعقود هو يعني سيستم تكنيك أورينتال يعني جات من المشرق، لكن مع ذلك تختلف. التركيبة الزخرفية هي محلية صرفة، تتمثل الزخرفة المستعملة عموما في تربيعات منحرفة تحدد معاينات متساوية، غالبا ما يتوصل الركاب فيها إلى زخرفة متوازية